انا هعمل كارديجان ابيض وعليه قلوب حمراء صغيره وسهله. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم حاجه سهله وبسيطه، ممكن تكون مسليه وكمان نعملها لنفسنا. وهنستعمل فيها بكرة خيط من إليز، هتبقى عبارة عن حلقات، والحلقات دي واسعة عشان في حلقات بتكون ضيقة وفي حلقات واسعة. الحلقات الواسعة هتبقى دي المرة دي اللي احنا هنجربها. لو اول مرة نجربها لازم نكون عاملينه على سطح عشان نقدر ساعتها ان احنا نعد الحلقات كويس، تكون مفرودة مظبوطة، ما نسويتش حلقة ما نقللش حلقة كده. ولما بنيجي احنا نعمل لازم نعرف الحاجة اللي هنعملها دي يعني مقاسها قد ايه، مثلا الطول العرض. عرفنا الطول وبنقيسه، ساعتها بعد ما احنا عرفنا الطول بنحسبه ونشوف احنا محتاجين بقى كام حلقة. وهقول لكم دلوقتي انا لمقاسي استعملت كام حلقة بقى، سواء طول او عرض، وعدد الطبقات اللي احنا محتاجين نعملها للكارديجان ده. الافضل لما نيجي نعمل حاجه نكون عارفين هنعمل كام طبقه، كل طبقه من دول بقى محتاجين يكون عرضها وطولها قد ايه. الكارديجان ده هيبقى 5 طبقات، ظهر 2 من قدام واتنين للدراعين. الظهر انا عملت فيه بالعرض 35 حلقه، الطول بتاعه كان 25 سطر، كذلك طبعا من قدام بيكون نفس عدد السطور 25 سطر، لكن كان عدد الحلقات 15. اللي انا كاتباهم دول ده مش الطول بالسنتيمتر، لا ده انا بعد ما انا قست الطول رحت حسبتها على البقرة ولقيت ان انا هستخدم عدد من الحلقات زي ما انا كاتبه لكم كده. وبالنسبة لطول الكم، بما ان هو اوفر سايز هوريكم لما اجي اعمله ان هو مش هيكون كل سطر منهم نفس عدد الحلقات، لا، عشان هيكون في الاول واسع بعدين هنبدأ نضيق لحد ما نوصل للاخر. لكن لو حابين ان الكم يكون كله واسع زي ما هو، يبقى احنا هنقف على رقم محدد ونفضل نعد فيه في كل الحلقات. وهوريكم طبعا في فيديو تاني لما يكون الكم نفسه مش اوفر سايز، لا ده هو هيكون كله واسع لحد الاخر. فدلوقتي هنا الكم انا عملت فيه الطول بتاعه كان 17 سطر. يلا بينا بقى نبدأ دلوقتي. هنعمل ايه؟ زي ما قلت بنفردها ونعد الحلقات اللي احنا عايزينها والطول اللي احنا عايزينه. بعد كده بنمسك بقى سطر الخطوط اللي بعده. نعمل ايه؟ نمسك كل حلقة من اللي قدامنا دي وندخلها في السطر اللي احنا عاملينه، كل حلقة في حلقة. يعني الدايرة اللي انا همسكها في ايدي دي، انا بعديها ازاي؟ انا بعديها من الدايرة اللي مرسومة قدامي او اللي موجودة قدامي على السطح من تحت. تمام؟ زي ما انا بوريكم اهو دلوقتي، بعدي الدايره دي من تحت، ادخلها واشدها عشان تكون مفروده. لو انا بدخل وما بعدلش الدايره دي هيكون شويه الكارديجان او القطعه اللي انا بعملها حته فتحتها واسعه حته فتحتها ضيقه، لا لما ادخل الدايره اشدها كويس وتكون معدوله. وزي ما بوريكم اهو كل دايره بتخش في اللي قصادها. وببدا الدوائر من ايه؟ ببدا الدايره من اول دايره بعد اخر ايه دايره او حلقه انا كنت وقفت عندها في الطول اللي انا عايزاه. وهكذا بفضل بقى اخلص السطر ده وادخل في اللي بعده، السطر ده وادخل في اللي بعده، زي ما بوريكم. وهنكمل بقى زي ما احنا كده لحد الاخر لما نوصل لعدد السلاسل اللي احنا محتاجينه. اللي بعمله دلوقتي ده جزء من القدام، لان القدام زي ما قلنا هيبقى قطعتين، هتبقى هي نفسها نعملها مرتين. انا طول ما انا شغاله بحب اتاكد من ورا اذا كنت انا مثلا فوتت حلقه ولا حاجه. لو فوتت بعمل ايه؟
لازم افك كل الخط اللي انا كنت عاملاه ده وارجع احط الحلقه دي عشان يكون المنظر كويس ومقبول وتكون المقاس زي ما هو. لو زودت حلقه برضو نفس الحوار، فعشان كده احسن طول ما احنا ماشيين على السطر لو احنا لسه مبتدئين بنعد كام حلقه عملناها، او مثلا خلصنا السطر ده كله نبص من ورا ومن قدام اذا كان في حلقه احنا مفوتينها عشان ما نبوظش القطعه اللي احنا بنعملها. العد دايما من ورا بيبقى اسهل لان كل سطر بيكون بارز جدا من ورا. الجزء اللي انا بعمله قدامكم ده هيبقى شكل الكارديجان من بره، انما اللي من ورا ده بيكون اسهل في العد، ده هيكون الجسم الداخلي للقطعه اللي احنا بنعملها. دلوقتي بقى عايزه اوريكم ان لما البكره تخلص بنعمل ايه. اخر حلقه عندنا في البكره اللي كانت موجوده بنقصها. انتوا لما تيجوا تمسكوا كده الحلقه افردوها كويس هتحسوا ان في خط كده خفيف خالص في الحلقه من تحت، ده بنقص بيه بالمقص، بس هيبقى عامل كانه خيط كده مفرود. وبرده نقص اول حلقه في البكره التانية اللي عندنا ونمسكهم نقعدهم ببعض. في ناس بتقوم ماسكه اللي هي زي ما فكينا كده خط من هنا وخط من هنا ونخيطهم ببعض بالابره، براحتكم. بس الاسهل جدا جدا هو احنا نعقدهم ببعض ونقص بقى ايه الخط الزياده بس، وهيكملوا جنب بعض ومش هيكون باين اي حاجه ابدا كانهم كانوا بكره واحده على بعضها. انا بقى استعملت عموما اصلا كام بكره في الكارديجان ده، والمقاسات اللي انا كاتباها دي استعملت 6 بكرات. اتبقى في الاخر من البكره السادسه يعني حبه حلقات بسيطه، بس كمجمل جبنا قد ايه؟ جبنا 6 بكرات. وطبعا بكره واحده لونها احمر القلوب اللي انا عاملاها، طبعا دي ما استعملناش منها كتير، يعني ممكن يكون مثلا ربعها او اقل من ربعها، الباقي ممكن تخلوها عندكم مثلا تعملوا بيها مشاريع تانية. دلوقتي بقى هنعمل الظهر زي ما قلنا 35 حلقة 25 سلسلة. دلوقتي احنا عملنا القطعة الأساسية 2 قدام وواحدة ورا، هوريكم بقى ازاي نعمل الكم. أول حاجة هنيجي نفرد الظهر ونخليه معدول، انما الجزئين اللي قدام هنخليهم مقلوبين، يعني الجزء اللي كنت بقول لكم ان هو فيه خطوط بارزه وبنعد منها وكده ده هو اللي يكون ناحيتها، نفردها عليهم بقى بالظبط حتى نتاكد ازاي انها مظبوطه. هيكون الحلقات من فوق اللي بارزه من الوش هي نفسها من فوق تكون قاعده وموجوده على الحلقات بالترتيب بتاعه الظهر. بعد كده بقى نبدأ نعد ازاي هنبدأ نعمل الكم. الكم زي ما قلنا 24 حلقة، طب ازاي نقسمهم؟ 12 من القطعة اللي فوق و12 من القطعة اللي تحت. دلوقتي احنا هنختار اول حلقة هنبدأ منها الشغل، نعلمها بأي علامة، ممكن ناس تعلمها بخيط، ممكن ناس تستخدم ماركر. انا هنا كنت مستخدمة دبوس، والدبوس ده ليه راس والراس دي ملونة. في ماركرز بتتباع في المحلات بتبقى شبه الدبوس كده بس صغننة وملونة، ممكن نستعمل دي، ممكن نستعمل دي، ممكن نستعمل اي حاجة، المهم ان احنا نعلم الجزء اللي احنا بنبدأ منه عشان كل ما نلف الحلقة نعرف احنا هنبدأ من هنا ولا منين عشان ما نبوظش الترتيب. بعد ما حطيناها وقلت لكم 12 فوق و12 تحت هنلف دواير. تمام. اول دايره طبعا زي ما قلنا 24 حلقه، والثانيه والثالثه والرابعه يعني 4 سطور على نفس الرقم 24. بعد كده احنا عايزين طبعا نبدا نضيق، هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نوصل ان احنا نمسك حلقتين من اللي موجودين، طبعا الاولانيه اللي عليها ماركر واللي جنبها هنمسكهم نحطهم واحده قصاد التانية، ونحنا جايين بندخل فيها بقى حلقه من البقره تكون واحدة جوه 2، بدل ما كنا بنشتغل واحدة جوه واحدة، لا دلوقتي هنبدأ بأول واحدة بس تبقى واحدة جوه 2، فكده بنقلل عدد الحلقات. يعني بدل ما هم 24 هيبقوا 23، وناخدها داير ما يدور. السطر اللي بعدها نعمل نفس الحركة تاني، هيوصلوا لحد ما يبقوا 22 وهكذا لحد ما نوصل لرقم كام؟ نوصل لرقم 17. من أول رقم 17 خلاص مش هنقلل الحلقات تاني وهنكملها زي ما هي لحد ما نوصل للخط رقم 20 زي ما قلنا. يبقى أول 4 سطور 24 حلقة، بعد كده 23 22 21 20 19 18 17، من أول 17 ونقف. هنكمل بعد كده قد ايه؟ زي ما قلت لكم بتقلبوا الكم او هو اصلا هيكون مقلوب، هتبصوا على كام سطر عملناه، بقية السطور هنا تكمل زي ما هي 17 بس كده.
دلوقتي احنا خلصنا الكم، هنعمل بقى ايه في اخره عشان نقفله؟ هيكون في حلقات بارزة، هنمسك اي حلقة منهم ونبدأ نعشقهم في بعض. اول واحدة تمسكيها تبدأ تاكل اللي بعدها. يعني ايه تاكل؟ يعني تاخد اللي بعدها جواه، وهكذا تمسك الحلقة وتدخل اللي بعدها جواها، وهكذا لحد ما نوصل لآخر حلقة ونقفلها بقى بخيط. بس كده. دلوقتي احنا خلصنا الكمين وقفلناهم، هنعمل بقى دلوقتي ازاي جنب الكارديجان اللي هو نوصل الجزء الامامي بالخلفي. هنمسك خيط تمام من البكرة ونفردها كده شوية ونبدأ نقص الحلقات زي ما احنا عارفين. نقصها بالراحة عشان طبعا ما نقصش الخيط الأساسي لحد ما يبقى خيط كامل مفرود. هناخدها بقى ونبدأ ندخلها من حلقة من فوق على حلقة من تحت، حلقة من فوق على حلقة من تحت، عشان نقفل الجناب. واخر حتة فيها بقى هنعشقها. انا طبعا دايما بحب اعمل 3 غرز او غرزتين عشان نتاكد ان الخيط ده مش هيفك من القطعه اللي انا ماسكاها. عايزين دلوقتي نقفل الكتف، هنعمل ايه؟ زي ما احنا كنا اصلا راسمين الحلقات اللي فوق على الحلقات اللي تحت ان كل حلقة قصادها واحدة. هنبدأ ندخل اللي قدامنا اللي هي الوش بتاع الكارديجان في الحلقات بتاعة الظهر، وهكذا ندخلهم كلهم. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى نعمل حركة التقفيلة زي اللي عملناها في الكم في الاخر. هنبدأ ناخد كل حلقة من دول ونعشقها على الحلقة اللي بعدها، ونبدأ نعشقهم في بعض نعشقهم في بعض لحد ما المكان يكون متقفل.
في حركة حلوة ممكن نعملها ان احنا نكون مقفلين الكارديجان كله من قدام ومن ورا، بيخلي الكارديجان كده يعمل زي نص دايرة ويخليه بافي. بنعمل ايه؟ بنجيب خيط البقرة زي ما هو كده بالحلقات، ما بنفكهاش، تمام، وندخل حلقة حلقة من دول في كل فتحة بالترتيب قصادنا على طول الكارديجان من قدام ومن ورا زي ما انا بوريكم. بعد ما نخلص الكارديجان كلها بقت عبارة عن حلقات، نبدأ بقى نعشق الحلقات في بعض زي ما عملنا في كل تقفيلة في الكتف وفي الكم. دلوقتي هوريكم ازاي نعمل القلوب. هنستعمل فيها 4 حلقات، هنقص ال4 اصلا من البقرة، تمام، وبعد كده نيجي في المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه القلب. نشوف بقى الفتحات دي هنعملها يعني ايه، سواء بقى يمين او شمال. هنبدأ مثلا بناحية اليمين، هندخل 3 حلقات. كل حلقة من دول هنعملها بزاوية مايلة كأنه سطر مايل. الفتحة دي الفتحة اللي بعدها برضو مايلة، والفتحة اللي بعدها مايلة، هيكون كأنه سطر. بعد كده ناحية بقى الشمال اللي هو العكس هندخل فيها حلقة واحدة بس، هتكون في نفس المكان قصاد أول حلقة في الناحية التانية. يعني 3 في السطر ده، والناحية التانية قصادها هيكون في حلقة واحدة بس، ونبدأ بقى نعشقهم في بعض زي ما أنا بعمل دلوقتي. آخر حلقة بقى في القلب بندخلها لجوه الجاكيت تاني، ونبدأ بقى نخيطها من ورا كده بغرزتين عشان تكون ثابتة. وبس كده، ده الشكل النهائي للكارديجان بتاعنا، وشكله جميل وأوفر سايز.